الجن ينكحون النساء وهن على الكراسي. أعوذ بالله. قاعدين على الكراسي. هكذا صفعتني الفتوى التي صكها الداعية العلامة اليمني الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ على موقعه الإلكتروني بعنوان تنبيه إلى حرمة الكراسي. الكراسي كمان حرام وما أشبهها من مقاعد وآرائك، يعني الكنب. خلوا بالكم يا جماعة يا بتوع حزب الكنبة، والله أكبر. يقول العلامة إن من أخطر المفاسد التي بليت بها أمتنا العظيمة ما يسمى بالكرسي وما يشبهه من الكنبات وخلافها، وهو شر عظيم يخرج من الملة كما يخرج السهم من الرمية. وإن السلف الصالح وأوائل هذه الأمة وهم خير خلق الله كانوا يجلسون على الأرض ولم يستخدموا الكراسي ولم يجلسوا عليها. وإن هذه الكراسي وما شبهها صناعة غريبة وغربية، لاحظوا غربية دي، وفي استخدامها والإعجاب بها ما يوحي بالإعجاب بصانعها وهو الغرب، وهذا والعياذ بالله يهدم ركنا عظيما من الإسلام وهو الولاء والبراء، نسأل الله العافية. الأمر جلل يا أمة الإسلام، كيف نرضى بالغرب ونعجب بهم وهم العدو وما يجلبه الكرسي أو الأريكة أي يعني الكنبة من راحة تجعل الجالس يسترخي. والغالب أن الجن ينكحون النساء وهن على الكراسي. وكما حدثتني بذلك، ده العلامة بيقول في الخطاب اللي مرسول لرسل لحمدي رزق، وكما حدثتني بذلك بعض الصالحات التائبات من الجلوس على الكرسي. لذلك فالجلوس على الكرسي رذيلة وزنا لا شبهة فيه، والجلوس على الكرسي يذكر المسلم بخالق الأرض، وهذا يزيد في التعبد والتهجد. يعني الإنسان لما يقعد على الأرض أحسن له، لأنه ده هيزيده في التعبد والتهجد. يعني الواحد دلوقتي ما يقدرش مثلا وهو قاعد على الكرسي يدعي ربنا، والعياذ بالله الكرسي فيه جن.